لأنه للأسف الشديد عبد المجيد تبون الآن راه يتلقى النكسات والصفعات واحدة من الأخرى. أزمة سياسية، أزمة اقتصادية، البريكس، النيجر رفضت، اشتراك. وش يحمل مسكين؟ يتحمل المسؤولية محيطه الفاشل، لا مستشار سياسي، لا تنسيق، لا خبراء، لا دبلوماسية قوية، للأسف الشديد. لأن هؤلاء الفاشلين، هؤلاء الفشلة، كانوا يريدون ترقيعها، حابين يرقعوها. قال خسرنا في البريكس، هيا نديروا حاجه نتاع اللي يدير لنا زخم اعلامي والصحافه الدوليه تهضر علينا والجزائر تعود بقوه الى الخارج وكذا. يعني حبوا جاو كما يقول لك الناس يكحلوا لها عماوها.